شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن اليوم في هذه المدارسة الإيمانية في برنامج القرآن ربيع القلوب. القرآن ربيع القلوب برنامج يأتيكم من مسجد إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة المحضرة وإذاعة القرآن الكريم، برنامج نتدارس فيه مقامات الإيمان من خلال تلاوات القراء. واليوم معنا القراء الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن ومن حملة القرآن. ونحن في هذه الجلسة نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بهذه التلاوات تستنير القلوب وتستضيء الدروب وبها تتنزل الرحمات. فإلى التلاوة الأولى الأخ مولاي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مولاي أحمد، بارك الله فيك وجعلنا وإياك من أهل القرآن، وتوج الله والدينا ووالديك بتاج الوقار، وأحلنا منازل القراء وشفع كتابه الكريم فينا إنه قريب مجيب.
الإيمان بالله سبحانه وتعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أركانه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخر الحديث. وقد شرح العلماء مبحث العقيدة وما يجب على المسلم تعلمه مما يمجد به ربه سبحانه وتعالى ويصفه به بصفات الكمال والجلال، ومما يوقر به النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب معه ويبلغ به سنته ويظهر به الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من معالم الديانة، كما بين ذلك ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة في الفصل الذي عقده وسماه باب ما يجب من الإيمان بالله تعالى ومن معالم الديانة وغير ذلك من أركان الإيمان. وفي تلك المقدمة قال ابن أبي زيد مبينا أن هذه الحلقات التي نلتقي فيها بهؤلاء الأبناء في حلقات القرآن أنها أساس غرس الإيمان. فقال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وقد جاء أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. فنحن بهذه المجالس نتبرك ونهتدي بهذا القرآن ونغرس الإيمان. وهنا في هذه الآيات التي استمعنا إليها ولدي الطالب تلحظ أثر اللغة العربية في الحفظ. نحن هنا دائما عندما نقرأ هذا الثمن يقع في بال الطالب الانتباه الشديد أن ينطق الأسباط الأولى بالجر الأسباطي وأن ينطقها في اللفظ الثاني بالنصب. هذا يرجعه إلى اللغة، فإذا تعلمنا من اللغة ما نقيم به صحة هذه التلاوة وصحة التجويد كان ذلك معينا لنا على إتقان الحفظ. ندرك هنا أن قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا إلى حرف جر، إلينا الضمير هنا مجرور، وما أنزل إلى إبراهيم، فإبراهيم ممنوع من الصرف في موضع جر، عطف عليه وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بالجر. أما في الثاني فالأسباط وقعت معطوفة على اسم إن في قول الله تعالى: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل، هذه منصوبات، وإسحاق ويعقوب والأسباط منصوبات. فهذا يدلنا على أثر اللغة العربية في إتقان الحفظ. نأخذ التلاوة الثانية مع ولدنا الطالب الكريم محمد أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حسبك. بارك الله فيك، تلاوة ندية ما شاء الله. هذه معالم الإيمان، هذه أركان الإيمان ومقامات الإيمان، أركان الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الملائكة أجسام نورانية خلقهم الله تعالى لعبادته، ومنهم قائمون بوظائف أوكل الله إليهم شأنها، وهم يعبدون الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم جبريل ملك الوحي، منهم إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، منهم ميكائيل ملك الأمطار، منهم ملك الموت الذي لم يرد في القرآن تسميته، وهكذا منهم الملائكة الحفظة. هؤلاء خلق من خلق الله وعباد من عباد الله خلقهم الله لعبادته، فيجب الإيمان بأن الله تعالى خلقهم على هذه الهيئة النورانية وعلى هذه الطبيعة المتمحضة للعبادة التي لا شهوة فيها. وكذلك الإيمان بأن الله تعالى أنزل كتبا إلى البشر يبين جل وعلا فيها شرائعه، ختم هذه الكتب بالقرآن وجعله مهيمنا عليها. الإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، ختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله به الرسالة وجعله أفضل الأنبياء خير خلق الله سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر الذي تكرر في هذه الآيات وبما يكون فيه من المواقف والمحطات والحشر والنشر والحساب والميزان وغير ذلك مما هو مبين في مباحث العقيدة. الإيمان بالقدر خيره وشره أصل الإيمان بالقدر، وخلاصته أن نؤمن بأن الله تعالى كتب ما كان وما يكون في مستقبل الزمان، وكل شيء أراد الله تعالى أن يكون فقد كتبه في اللوح المحفوظ، فما يتجدد من الوقائع إنما يتجدد على وفق ما كتب الله في الأزل. ولذلك سل الله تعالى المصابين والذين تأتي الأمور على غير ما يحبون، أخبرهم سبحانه وتعالى أن وسيلة السعادة في الحياة الإيمان بأن هذا الأمر كائن ومقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا الباب وهو باب الإيمان بالقدر، هو باب وسر السعادة في حياة المؤمن، إيمانه بأن ما كتب الله له فهو آت لا محالة، وأن ما لم يكن من رزقه وليس مقدورا له فلن يكون أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه من المقدور لا ينجي الحذر. نأخذ تلاوة معكم طالبنا الكريم. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بارك الله فيك، ما شاء الله سالم فعل. جعل الله وإياك من أهل القرآن، توج الله والدينا جميعا بتاج الوقار. يدخل في هذا الباب الذي نتدارسه اليوم النصح المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذ ربيع القلوب هذا مدارسة لآيات القرآن، فعموده الفقري ومحوره الأصلي هو التلاوات، فإننا نأخذ بإيجاز تعليق القرطبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، ففيه للمؤمن وفيه للطلبة الكرام وفيه لطلاب حلقات القرآن فيه خلاصة مهم أن نحفظها ونعتني بها وتكون متداولة ما بيننا في حلقات القرآن. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ذكر حديث الإمام مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وتوقيره صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبة آل بيته وتعظيمه وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. قال: والنصح لكتاب الله قراءته والتفقه فيه والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. نرجو أن تكون حلقتنا هذه من هذا الباب. وقال: والنصح لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم. والنصح للعامة ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. وفي الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه خلاصة حرية أن تكون ضمن محفوظاتنا في حلقاتنا القرآنية. ونختم لقاءنا هذا اليوم بقراءة مع الطالب مصعب الحسن، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إن استطعنا أن نواصل قبل أن ينقطع النفس يكون أحسن، وإن توقفنا عند أحب إليكم من الله ورسوله لأن النفس ينقطع ولا بأس، فهذا لا بأس به، لكن نعود على أن العلماء قد ترخصوا في الوقف عندما يطول السياق، فقط من باب التنبيه. وبارك الله فيك قراءة ندية. سعدت بمشاركتكم هذا اللقاء النوراني الذي نسأل الله تعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، متمنيا لي ولكم حفظ القرآن وإتقانه وإجادة إتقانه. نلتقي بحول الله تعالى بعد الإجازة والتصدر، متمثلا معكم قول الإمام الباجي فيما نسب إليه: لكل بني الدنيا مراد وهمة وإن مرادي صحة وبلاغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي في الجنان بلاغ. من مسجد إذاعة القرآن الكريم قدمنا لكم هذه الحلقة من القرآن ربيع قلوبنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن